السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواني واخواتي من المواطنين الكويتيين اللي انتم كلكم تاج على الراس، ولي الفخر وافتخر اني انا كويتي وانتم اهلنا وعزوتنا يا اهل الكويت. الرسالة اليوم ابى اوصلها حق الاخوان رئيس لجنة الشكاوي والعرائض في مجلس الامة مع الاخوان اللي وياه في اللجنة. ناخذ اول جيم. الجيم الاول، فكر المتشبهين في النساء فكرة جيدة بأن يعني يتم المحاسبة ويتم علاج هذا الأمر بطريقة جدا شرسة وما لها معنى. نحن نعلم وانتم تعلمون قوم لوط ما كانوا متشبهين من النساء، قوم لوط كانوا يستخدمون المصطلح الآخر ب شو اسمه، يعني كانوا يمارسون اللواط وكانوا يهدون النساء. يا اخ هايف المطيري، يا اخ الطشه اللي وياك في اللجنه العرائض والشكاوي، جدا حلو انك تتابع. اسف، مو عرائض وشكاوي، لجنه الظواهر السلبيه. حلو، اسأل نفسك واسألني، وزارة الداخلية ما لها علاقة في حل هذا من نوعية التشبه، لأنه وزارة الداخلية إدارة تنفيذية وردع من يعمل الأخطاء. اليوم عندنا احنا الناس يتعاطون مخدرات، وتعاطي المخدرات تعتبر جريمة، ولكن الانعكاس في هذا تعاطي المخدرات انعكاسات منذ الصغر والتربوي والعمل والعامل التربوي اللي أنشأ فيه هذا الطفل والآخر، ولما كبر صار عنده مضاعفات نفسيا، وصار عنده عدم قدرة أو عنده عدم الثقة في الأهل، ويتجه إلى من يشتري مزاجه وهذا. وكذلك المتشبهين في النساء، وكذلك ومتشبهين في الرجال. أخواني يا أخواني يا أخواني، أتمنى أنكم تستوعبون الكلام اللي أنا قاعد أقوله. يفترض أنكم تستدعون دكاترة من طب النفسي وتسمعون آرائهم في هذه القضية، في التشبه في النساء والتشبه في الرجال. ما يجوز اليوم أنا أعالج الغلط في الغلط. قصيت الشعر، ثاني يوم لبست باروكة، ثالث يوم مارست دوري كدور المرأة. الخلل مش سجن، الخلل مو بتغريم، الخلل يحتاج علاج هرموني للمتشبه للنساء، ويحتاج المتشبه في الرجال هرموني، وعلاج البروستاتا. هذه كلها عوامل نفسية تقع بين الذكر والأنثى. الكلام اللي أنا قاعد أقوله لكم كنتم ما راح تستوعبونه أو ما راح تفهمونه. رضاعة الطفل إذا ما وجدت من صدر الأم راح يصير عنده خلل في الهرمون وخلل النفسي والأمان عند الطفل لما يكبر. التفكك الأسري، العامل الأساسي الرجل، عدم وجوده في البيت راح يسوي خلخلة في عدم الأمن والأمان والاستقرار النفسي لدى الطفل، سواء كان ذكر أو أنثى. ولما يكبرون راح يكون الناتج عكسي في الحياة الاجتماعية. اليوم لا تجيني تقول ليش صار هذا جنس ثالث، ولا هذه ليش صارت رجل. اليوم عليك انك تدارك الامور منذ الصغر، تعالجها، عشان في جيل جديد طالع لك. هذا المتشبه في النساء مسكين، ترى مريض، حاله اللي تعاطى مخدرات، صارت عادة، وصار الهرمون الأنثوي مرتفع عنده، فصار عنده الرغبة الأنثوية أكثر من الرغبة الرجالية الذكورية. وكذلك المرأة يرتفع عندها الهرمون الذكري أكثر من الهرمون الأنثوي، فصارت عندها رغبة أن تصير رجال. هذا الأمرين يوجد مكان يسوي ميزان
بين الهرمون الرجل والهرمون الذكري والأنثوي هو البيت، بين الأم والأبو والرضاعة والاستقرار الأمان والنفسي والاجتماعي داخل البيت، هو اللي راح ينتج لك في مرأة صالحة ورجل صالح. كذلك المخدرات ينتج على البيئة والحياة الأسرية داخل البيت، الأمن النفسي والأمن الاجتماعي والاستقرار إذا ما وجدوا راح ينتج لك متعاطي مخدرات. كذلك وكذلك وكذلك. فاليوم أنت مشكلة المتشبه في النساء يعني عراها في المجتمع، قال لك أنا مرأة. هذا الشخص قد يكون علاجه سهل، طبيب نفسي هرموني وانتهى. أفضل بكثير من المخنثين اللي كاتمين بأنفسهم لابس قطرة وعقال وهو عنده مشكلة في حياته، عنده مشكلة في الحنان العاطفي، ويستخدم هذا الأسلوب في خلوات خاصة لأخذ فقط الحنان اللمة والآخره. هذه مشكلته أكبر من مشكلة المتشبه في النساء. المتشبه في النساء عارفين علاجه وعارفين الطريق اللي نتعالج معه. اللي يكبت واللي مش مبين للناس، هذه المشكلة. فأرجو أن تخاطبوا المجتمع في أمر التوعوي بين الرجل والمرأة. وإذا كان الرجل هذه عنده مشكلة ومرض، شلون المرأة تعالجه في العطف والحنان لترفع الهرمونات الذكري اللي عنده وتشبعه، مش تدخل السجن وتغريمه. الشرع وجد كل أمر في تدبير، وكل أمر له علاج. وأن وجدنا العلاج نقول الحمد لله على كل حال. أنت يا دكتور هايف والطشة اتجهتوا للاتجاه السيء، سجن وغرامة، وكأنك أنت لا تعلم ولا أنا أعلم أن هذا مرض. فعليك أن تتجه إلى طب النفسي مثل ما اتجهتوا إلى طب النفسي في الإدمان. عليكم تتجهون في الطب النفسي في هذا الأمر للعلاج. ومن بعده إذا كان الأمر مستقصد عناد ممكن نتجه إلى أسلوب آخر. إذا مثلا شفته بالسيارة كدورية، حط قانوننا يمسك الشرطي يقرعه، هذه مرة، ثاني مرة تعهد، ثالث مرة قطه بالنظارة 3 مرات. مو أول شيء نبتدي في العنف، أول شيء نبتدي في العلاج ومن ثم العنف. فأرجو الرسالة توصلك يا الدكتور هايف، يا رئيس اللجنة الظواهر السلبية. مش طريقة التعامل، خصوصا احنا في دولة مدنية ودولة ديمقراطية، ويوجد في علمانيين وليبراليين والى اخره. الأسر تحتاج إلى نفض قوانيني في قوانين، تحتاج متابعة واهتمام للأب والأم للأبناء، تحتاج قانون فرض على الأم أن ترضع ابنها الطفل كي يستمتع في الحنان والاستقرار العاطفي لدى الطفل هذا، حتى لما يكبر يكون عنده اتزان العاطفي. هذه الأمور كلها تؤدي إلى التشبه في النساء والتشبه في الرجال، ويطلع المخنثون بشكل ذكر في كامل زينته كرجل وهو عنده كتمان عاطفي. فأرجو لا حد يفهم الكلام غلط، ولكن نحتاج علاج فعلي وليس علاج العنف. يعني ما يجوز ان انا اليوم منذ الصغر هو لا شاف الحنان ولا شاف الاستقرار النفسي اقوم انا وعليه والزمن. لا، احنا كدولة مفروض نبادر للعلاج، ومن ثم العلاج نخطي الخطوة الثانية. اذا تكرر هذا الامر بعد العلاج تقريع، بعد التقريع نظارة 3 مرات، 3 ايام بالنظارة، رابع مرة ممكن نتجه الى السجن او ايداع بطب النفسي لمدة سنة في غرف منعزلة. هذا انا اتوقع وتصوري في محاربة الظاهرة هذه بطريقة القلب، العلاج في القلب. الأمر أن اليوم تصدرون قوانين للأم بإرضاع الابن ومتابعة الأب والأم لأبنائهم. هني الفاصل في حل هذه المشكلة لمدى طويل. وحاليا المدى القصير
أنكم تسخرون الإمكانية الكاملة مثل ما سخرتوا الحالة الكاملة لإخواننا المتعاطين، عسى الله أن يشافيهم ويلبسهم الثوب الصح ويفك المخدرات منهم. كذلك تفتحون الطب النفسي للنوعية هذه من شو اسمه المتشبهين في النساء والرجال، مو بس النساء، الرجال، أنه يكون في علاج هرموني وعلاج نفسي واجتماعي، ويكون لدى وزارة الصحة ووزارة الشؤون المتماثلة وكذلك وزارة التربية في تثقيف المجتمع وتثقيف الأمهات والأبهات في الإعلام والتواصل في كيفية التعامل مع الأبناء والبنات، وكذلك تفعيل الدور المجتمعي، الخدمة المجتمعية والمدني في هذا الأمر لتقليل الشأن بطريقة ثقافية في احترام للخصوصية وكذلك احترام للإنسان. دخول السجن هذا غير صحيح، هذا يعني أنت قاعد تولد عناد في عناد وما حلينا أي مشكلة. يحتاج حبوب هرموني، تنظيم الهرموني للجسم، يحتاج أني أنا كدكتور أقعد معاه مثلا أسمع وأسحب من الشيء السيء اللي موجود داخله وخليه يطلع وخليه يعيش حياته طبيعية اللي متعبة. وكذلك في كثير من المخنثون هم رجال بس مخنثون لديهم مرض العاطفي ويستخدمون سالفة مثل قوم لوط، وهذا أصعب من مرحلة اللي خلاص كشف عن حياته. هذا المفترض أن نخاطبه في تثقيف ونخاطبه في التواصل الاجتماعي والإعلام كي العلاج وتوفير الأدوية هذه في الصيدليات. يعني لمعلوماتكم المفترض أن عشان تدخلون لقلوب هالناحية هذه دخلوا الحبوب هذه في الصيدليات الخاصة كي يستعين من الحبوب هذا ليعيد ثقته في نفسه في تعديل الهرمونات وتعديل إلى آخره. أتمنى منكم يا أخواني الظواهر السلبية في مجلس الأمة تكونون دقيقين في طرحكم في حل المشاكل، واستعينوا في أهل الخبرات وأهل الاختصاص. الدين علمنا كل شيء ولكن ما فصل لنا في حياة الإنسان وكيف هذا يصبح وهذا كيف يصبح وهذا كيف يصبح. واعقلوا وتدبروا. احنا نتدبر في الدنيا، الطب يكمل الدين. يعني مثلا أعطيكم أحد الأمثلة، الدين ما قال السجاير حرام ولا حلال بالقرآن والحديث، ما قال. الطب حرمها لأنها مضرة للإنسان، فقام أحد العلماء الدين حرم الشيء هذا، لأن الطب يكمل الدين في الحلال والحرام والمضرة للإنسان والجسد اللي أنت عليك. هذا جسد الله خلقه ومفترض أنه يرد الأمانة، ترد بشكل الصحيح لله سبحانه وتعالى. هذا الأمر ليس بديني ولا بدينك، بدين العلاج بدين العلاج والأطباء بعد الله سبحانه وتعالى اللي أكبر مني ومنك. قل خيرا أو أصمت. الله يحفظ البلد والله يعز أسرتنا الصباح، والله ينصرنا دائما، والله يبعد عنا الشر ويكفينا من شر الأعداء. والله يولف بين الشعب الكويتي، الشعب الحبيب، الشعب الطيب اللي وين ما تروح مكان مسوي خير. أسأل الله أن الخير هذا يرد على الديرة في الأمن والأمان والاستقرار، ويحفظ العوائل ويحفظ أبنائنا وأبنائكم، والله يرزقنا ويرزقكم ويسعدنا ويسعدكم ويهدينا ويهديكم. والسلام عليكم، أخوكم جابر الصالح. قل خيرا أو أصمت. السلام عليكم.